السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والهنا والسرور والياسمين على عيونكم. أقوى فيديو تنظيف على القناة، أقسم بالله. أنا شايفة كده. أخد مننا مجهود كبير كبير، وكانت الصالة منظرها حاجة، وبعد ما خلصت بقى منظرها حاجة تانية خالص. شوفوا واحكموا بنفسكم. الصالة عندي ما شاء الله كبيرة، أخدة 3 حاجات: ركنة وسفرة وصالون، وفي حتة مفتوحة أرج فيها صالون تاني. بس الصالون التاني ده ما صورتوش برضو لأن لسه ما اتعملش. اللي متصور دلوقتي الصالة على بعضها المفتوحة على بعضها، اللي هي الركنة والسفرة والصالون. أول حاجة جمعنا الشلت اللي على الركنة أو على الصالون، وشلنا اللي هي الخداديات، وشلنا الكسوة بتاعتهم عشان تتغسل. جبنا فوطة نظيفة مغسولة من الغسيل، وبدأنا ان احنا ننفض اي تراب على الركنة. الفيديو ده متسرع جدا، كان 55 دقيقة، انا مسرعاه لحد 30 او 29 دقيقة. المهم ما سبناش حتة ولا تنتوفة في الصالة غير لما اتعملت. هتشوفي الفيديو ده هتقومي فورا من مكانك تشوفي ايه اللي وراكي تعمليه. بدأنا نزحلق أو نطلع الكرتونة إيه الركنة لقدام شوية، وبدأنا نكنس تحتها. ده المنظر تحت الركنة. وبعد ما كنسنا عملنا شوية حاجات في الحيطان، اللي هي الفريزات والحاجات اللي طالعة على شكل طابلوهات في الحيطة دي، عملناها برضو. وعملنا الشبابيك الإزاز كله من جوه وبره، وبدأنا نكنس تاني. يعني بعد ما كنسنا قلنا لا، احنا نعمل كله من فوق لتحت. كنسنا الحتة دي وبدأنا نجيب السقف من فوق لتحت. كان مجهود جبار والله. لو عجبك الفيديو مستنية منك تعليق حلو وقمر زيك وأحلى لايك. وكنا ماشيين حتة حتة، يعني مش مبهوئين الدنيا علينا أو كله على بعضه، لا، حتة تخلص نروح على حتة تانية وهكذا. أيوة، بدأنا نعمل اهو السلك والإزاز من جوه ومن بره. ده بالمقشه. اعزكم الله. في ناس بتقول عليها مكنسه، معرفش ليه مكنسه الصراحه، هي اسمها مقشه يا جماعه، مقش. المهم، وكمان جبنا بعدها فوطه وكملنا على التراب. شوف، دي بنتي انا اللي هناك ده بتطبق هدوم، يعني كنا شغالين مع بعض. هي بتصور الحاجات اللي بتعملها وانا بصور اللي بعمله، حطيناه على بعضه. خلصت الركنة والشباك والبلكونة اللي فوق الركنة من الناحية دي والناحية دي، وقامت نقلة على ترابيزة السفرة. بدأت تلمع الترابيزة بالمناديل المعطرة، وبعدها مناديل ناشفة عشان خاطر المناديل المعطرة ما تسيبش أثر، أو يعني البلل ما يعملش ضي كده على الباترينة أو البنورة بتاعة ترابيزة السفرة. ترابيزة السفرة دي تهمة، حركناها بالعافية، وكان تحت الرجول بتاعتها او تحت الرجلين بتاعتها كمية تراب مهولة. ما كناش بنعرف نحركها الا لما بستنى جوزي يجي يحركها. المرة دي قعدنا نعافر مع بعض لحد ما اتحركت والحمد لله. كمان بتلم حاجات كتير قوي على الرجول من تحت. المهم احنا لمعنا وظبطناها بالظبط من كل الاتجاهات. ده التراب اللي طالع من تحت رجول الترابيزة بعد ما حركناها. شايفين المنظر؟ الرجلتين المربعين دول طالع من تحتهم البلاوي دي. انا عايزاكم بعد ما اخلص تشوفوا منظر الصالة على بعضها، وتقولوا لي ممكن اغير مكان السفرة، اوديه حتة تانية. كمان شوية اقول لكم ممكن اوديه فين، وانتوا قولوا لي مكانها كده كويس ولا اوديه المكان اللي هقول لكم عليه. اقترحوا عليا يعني انهي احسن او انهي احلى. كنسنا تحتها وبدأنا نمسح بالشرشوبة عشان نرجعها مكانها تاني. رجعناها ورجعنا الكراسي مكانها،
هي ترابيزة ب6 كراسي. الترابيزة دي ما كانتش عندي من زمان، يعني دي بقى لها سنتين تقريبا، جايباها مع الشقة. وبدأنا ان احنا نمسح بالشرشوبة بقى المكان الباقي اللي هنحط فيه الركنة تاني، يعني ده المكان اللي هترجع فيه الركنة مكانها. والله احنا مسحنا كذا مرة، كل شوية نمسح ونرجع نعيد، نمسح ونرجع نعيد، عشان يبان على البلاط الاسود ده ان هو بيلمع مش مجير. لو تحبوا الفيديوهات بعد كده اجريها اكتر من كده عرفوني. بدأنا نرجع الركنة اهو مكانها تاني. الركنة اللي احنا نفضناها بالفوطة، بس من ورا الكاميرا بعد ما قفلنا مسكنا المكنسة وقمنا قعدنا شفطناها كلها بالجزء المدور الصغير اللي في المكنسة ده، يعني مش مجرد ان احنا نفضناها بالفوطة وبس. بعد ما رجعناها مكانها شفطناها بالمكنسة. الركنة دي بتتفرد سرير. برضو الركنة دي عمرها سنتين تقريبا. الركنة والسفرة كانوا كنت جايباهم او شارياهم وقت ما جبت الشقة. لكن الصالونين هم بتوعي من ايام الجواز. الركنة دي حلوة جدا وعملية، فيها فتحات لكوبايات، بس للأسف بعد ما جبتها لأن فتحات الكوبايات ما بتاخدش كل الكوبايات، تاخد الكوبايات الطويلة بتاعة المية أو العصير، لكن الكوبايات اللي بإيد اللي بنشرب فيها النسكافيه أو الشاي أو الكلام ده ما تاخدهاش. بدأنا نكنس الجزء اللي ظاهر من الركنة اللي هو الصالة العادية بره الركنة خالص بالمكنسة. وقمنا رايحين على الفريزر. انا عندي في الصالة الفريزر لان المطبخ يدوب اخد التقفيلة والتلاجة. اللي متابعني من زمان عارف شكل مطبخي ان فيه التلاجة لكن ما فيهوش الفريزر. الفريزر محطوط هنا بره في الصالة. شلنا كل اللي عليه، طبعا كان عليه كراكيب كتير جدا، كل واحد في ايده حاجة يروح يحطها على الفريزر. وبدأنا ان احنا نلمعه برضو بمناديل معطرة وبعدها مناديل عادية. المناديل المعطرة دي اختراع روعة، هي ايدي ورجلي في الشقة عامة. المعطرة العادية مش المعطرة بتاعة الدهون. المعطرة بتاعة الدهون اعتبروها زي المعطرة العادية، لا بتشيل دهون ولا نيلة. انا مالي يا ولاد بقول كلام غلط، بقول لكم لا بتشيل هدوم ولا نيلة، ما بتشيلش دهون ولا نيلة. يعني المناديل المعطرة بتاعة الدهون عندي انا ما بتشيلش اي دهون، بعتبرها مناديل معطرة عادية. بدأنا نزحزح أو نطلع الفريزر لقدام عشان نكنس ونمسح تحته هو كمان. كل حتة في الشقة وكل سنتوفة اتعملت، حتى الوزرة اللي تحت اللي هي ما بين الحيطة وبداية السيراميك من تحت رخرة اتعملت اهي. كل حتة اتعملت كما يجب، حتى الجوانب بتاعة الحيطان اتعملت. وبدأنا نمسح برضو بالشرشوبة تاني. الشرشوبة دي أنا بستعملها جوه الشقة، في شرشوبة تانية للبلكونات. السلم مش بمسحه، أقصايا بكنسه، لكن الجيران بيتفقوا مع بعض في حد بيجي بانتظام يمسح السلم وبنحاسبه طبعا، كل شقة بتدفع. بدأنا نروح للشفونيرة اللي تحت التلفزيون. الشفونيرة دي جزء من أوضة النوم الكبيرة، كانت عندي في الشقة القديمة الأوضة الكبيرة أخدها، لكن في الشقة دي الأوض أصغر شوية، فبالتالي الشفونيرة ملهاش مكان جوه الأوضة. سبحان الله طلع لها مكان هنا تحت الشاشة، ولونها مناسب مع الركنة شوية. الشقة الأولانية كان عندي الأوض واسعة أوسع من كده، من اللي انتوا شفتوها الفيديوهين اللي فاتوا، والصالة صغيرة.
الصالة كان فيها صالونين وسفرة، وكنا بنمشي بالورب أو بالجنب. إنما هنا الصالة أوسع والأوض أضيق، محدش بياخد كل حاجة هو نفسه فيها. يعني استحالة كنت هلاقي شقة كل حتة فيها واسعة، أو هو نصيب سبحان الله يعني. هتشوفوا الشقة التانية، الأولانية معايا قريب بإذن الله. هي فاضية مليانة كراكيب من بتاعتنا، ما كناش نقلناها أو ما عزلناش وخدناها معانا، سيبناها عشان ما نكركبش الدنيا هنا. الكراكيب دي محتاجة تتفرز، واشوف ايه اللي هيترمى غير صالح خالص، وايه اللي هشحته، وايه اللي حالته كويسة ومش هشحته وممكن اعرضه ابيعه، حاجات مستعملة يعني. وهنضف الشقة القديمة دي معاكم وتشوفوها وتقولوا لي برضو رأيكم. هي شقة مساكن، يعني انا كنت ساكنة في مساكن ونقلت الحمد لله في اهالي. ربنا يرزقكم جميعا ويكتب لكم كل ما تتمنوا، وكل واحد يجيب اللي نفسه فيه. أنا عشت 20 سنة في المساكن، خنقة صراحة، كانت خنقة جامدة جدا، بس الحمد لله. بعد ما كنسنا بدأنا نمسح بالشرشوبة كده. المنطقة بتاعة الركنة تعتبر خلصان خالص، والسفرة كمان. أنا بقى الجزء اللي قبل ده كان بنتي هي اللي اختارت، قالت أنا هعمل الركنة والسفرة واعملي انتي الصالون يا ماما. طلع الصالون اخف كتير من اللي هي عاملاه. الجزء اللي انا شلته من الهدوم ده جزء متطبق منه حاجات وفيه غيارات واندرات، فعشان كده انا شلته بعيد عشان التصوير يعني، وطبقته مع نفسي. هنا مش هطبق كل الغسيل ده معاكم طبعا، انا هطبق حاجتين 3 كده قدامكم، وهفصل واكمل التطبيق مع نفسي عشان خاطر ما اطولش عليكم. ده تطبيق هدوم يعني كل الناس بتعرف تطبق عادي. برضو انا هستنى منكم ردكم او رأيكم في الصالة قبل وبعد. لاحظوا ان انا قبل ما انفض خالص كنت عارضة عليكم او مورياكم شكل الصالة ان منظرها سيء جدا جدا جدا. الكلام ده من 3-4 فيديوهات، هتشوفوها بعد ما خلصت ما شاء الله ما شاء الله بتبرق. ادعوا لبنتي ربنا يخليها لي ويديها الصحة والعافية ويوفقها وينجحها، وافرح بيها هي واخواتها يا رب. ده الغسيل بعد ما اتطبق. ده مش الغسيل الوحيد، كان في غسيل تاني منشور في بلكونتين لما نبعدها وطبقنا. كان يوم كله شغل والله. ده غير ان عملنا في نفس اليوم الحمامين. بس ما اسعفنيش الوقت بقى ان انا اصور لكم الحمامات بعد ما اتعملت والمطبخ بعد ما عملته. انا اللي عملت المطبخ وهي عملت الحمامين. هنا كان في حاجة وقعت تقريبا تحت السفرة وهي كانت عايزة تاخدها. بدأت أشيل كساوي الخداديات اللي بتاعة الصالون عشان تتغسل هي رخرة، وغسلناهم فعلا في نفس اليوم يعني. كل الكلام ده عملته امبارح. أنا بكلمكم حاليا من راس البر، ورايا موال تاني وهدة تانية. اللي معايا من فترة شافوني برضو، وانا اما جيت هنا راس البر كان في شهر كام 5 تقريبا، جينا 4 أو 5 أيام. روقت شوية حاجات في راس البر وعملت بيها فيديو، بس ما كانش الترويق القوي. الشقة دي أو راس البر هنا محتاجة تتعمل بقوة. المطبخ يتجاب من فوق لتحت متروس دهون، وتحت السراير وكله. هنا أنا عملت زي ما هي عملت بالظبط. الشبابيك برضو والسلك عملتهم بالمقشة، وبعدين قمت جايبة القماشة بتاعة التراب وقمت ماشية عليهم تاني، خليتهم فلة. الشيشات ما عملتهاش عشان ما عنديش خرطوم، وهم متعبين جدا عليهم تراب ناشف. فان شاء الله الخرطوم هبقى اخده معايا وانا ماشيه من راس البر رايحه على دمياط الجديده، اعمل البلكونات والشيشات من جوه ومن بره باذن الله تعالى. وهنشوف مع بعض برضو المنظر قبل وبعد ان شاء الله. عملت برضو الطبلوهات اللي في الحيطه نفس الكلام، والوزره
وبدأت أكنس الأرض اللي تحت الصوالين، تراب تراب تراب، في كل حتة كان تراب. أنا بحب أكنس السيراميك بالمقشة مش بالمكنسة. بنتي بتكنس السيراميك بالمكنسة، مهما قلت يا بنتي كنسي بالمقشة بتشيل التراب أكتر من على السيراميك، تقولي لا المكنسة أكتر. انتوا قولوا لي رأيكم. أنا شايفة إن المكنسة بتشيل التراب أكتر من على السجاجيد مش من على السيراميك، لكن المقشة من على السيراميك أكتر. رحت بقى على الطقطوقة، جبت التليفون، هو مش شغال بايظ يعني عايز يتصلح، والراوتر لمعتهم برضو بمناديل معطرة، وشلت المفرش ولمعت الطقطوقة. بان لكم ان انا عملت من فوق، لكن بعد ما وقفت الكاميرا انا مسكت الطقطوقة دي كلها من حواليها ومن تحت. شايفين منظر الطقطوقة؟ شايفين منظر للمنديل؟ مع اننا والله بلمع الاسطح بتاعة الصالة دي كتير جدا جدا جدا، كل ترويقاتي من على الوش بلمع الاسطح، الترابيزه الكبيره، ترابيزه الصالون، الطقطوقه، الشيفونيره، التلفزيون، المخادع او بتاعه الكتاف او السندات بتاعه الركنه، الفريزر. ومع ذلك طالع تراب عامل ازاي؟ مفيش فايده. بدات اكنس تحت كنبه الصالون والطقطوقه اللي انا شدتهم، زي ما قلت لكم كل حاجه اشدها اكنس وامسح تحتها، واروح ارمي الكنسه اللي في الجاروف. طلع كميه تراب مهوله، بالرغم من ان انا كنسة تحت السجاجيد لما شلتها معاكم، وكنست مرتين بعدها والله من غير تصوير. ومع ذلك شوفوا مطلع ايه. بس اللي طلع ده من تحت الكنب اكتر، ما كنتش عملت تحت الكنب يعني، كنت عاملة تحت السجاجيد بس مش تحت الكنب. هبدأ امسح. مسحت تحت الطقطوقة ورجعتها، وبعدين رحت امسح بقى تحت الكنب عشان خاطر ارجعه مكانه هو كمان. كان السيراميك ده تشوفي نفسك فيه مراية، اي والله. وبعد ما خلصت الصالة خالص قمت مغيرة المية بتاعت الجردل، وقمت عاملة تاني ماشية على الصالة كلها تاني. والنهاردة قبل ما ننزل من الشقة عشان اجي راس البر، فانا مليت الجردل وقمت لفة على الشقة كلها مش الصالة بس، لفيت على الشقة كلها تاني مسح، مكان رجلينا بقى الشباشب ما بتبصم والحاجات دي. انا هين عليا اعزمكم جميعا تيجوا تشوفوا شكل الصلاة بعد ما نضفت. مبسوطة بيها جدا، والله. نايمة متأخر قوي، تقريبا الساعة 4 وشوية او 5 الا شوية، وطول ما انا قاعدة بقى عمالة اطلع الصالة، اطلع من اوضتي اطلع على الصالة ابص عليها، متمزجة منها جدا. عشان كده بقول لكم ده اقوى فيديو تنظيف في القناة كلها، لاني ما سبتش فتفوتة ما اتعملتش. كان احساسي ان الشقة كأن انا لسه ناقلة فيها جديد صراحة. انا بحب الاحساس ده جدا. عارفين احساس لما تدخلي شقة عروسة لسه فرشينها ولسه برونقها ونظافتها؟ هو ده كان احساسي اول ما جيت الشقة هنا، لان هي كانت متشطبة جديد يعني، بدأت انقل فيها حاجتي. واحساسي برضو بعد ما خلصت تنظيف امبارح. دي سجاجيد الصلاة، ما اسعفهاش الحظ ان احنا نغسلها، مسحوق الغسيل خلص بعد ما غسلت كل شيء في الشقة. لسالي سجاجيد الصلاة وستارة من الست ستاير اللي انا لميتهم، هم دول اللي ما اتغسلوش. ان شاء الله لما نرجع البيت نبقى نجيب مسحوق غسيل ونغسلهم باذن الله. هنا كان ابني عمال يقول لي يا ماما انت باينه، يا ماما انت ظاهره، يا ماما هو انت ناويه تطلعي في القناه بوشك؟ يا ابني عادي، هو انا باين ايه من وشي؟ انا باينه بس مش تقطيع وملامح وكده، عادي.
دول اخر فوتيهين في الصالون. الاكياس اللي على الارض دي فيها كتب، اي اكياس فيها كتب دخلتها الصالون اللي جوه. الصالون اللي جوه ده بقى فيه المشيات والسجاجيد، محتاجين لما ارجع ان شاء الله اوديهم المغسله. كتب بالهبل في اكياس، عايزه افرزهم اطلع منهم العربي والفرنساوي والانجليزي على جنب، انا محتاجاهم، هما الكذا سنه غير بعض. العربي عشان اشرح في قناه النحو ان شاء الله هرجع لها تاني، اراجع معلوماتي. الانجليزي عشان انا بحب الانجليزي وبحب اراجعه، لاني ساعات براجع على ترجمه بستلمها من المترجمات قبل ما اوديها للمكتب براجع عليها. ثالثا الفرنساوي عشان مادتي. فكل الكتب دي ما كانش في وقت ان انا افرزها، بقى انا عايزه اقعد لها على روقان كده او على رواقه وافرزها. ده الكتب دي مش تالتة سنة، اللي انا وريتهم لكم بتاع تالتة سنة، ودول حطيتهم في الصالون اللي جوه ده خلاص. دي كتب تانية بتاعت اولى سنة. كيسة هنا كل ما امسكها من حتة تتقطع، كل ما امسكها من حتة تتقطع، عشان كده اتأخرت عليكم شوية عم شلتها. هو انا يا ولاد بتكلم كتير؟ بحب اوصف بس الحاجة اللي موجودة في الفيديو يعني. بدأت اروح من ناحية الطرقة اكنس، ده مش الطرقة كلها، بعد ما خلصت خالص قمت رايحة على الطرقة كلها تاني بالأوض، يعني رحت على الطرقة بالأوض بعد ما خلصت الصلاة خالص، بس ما عرضتهاش طبعا، انتوا شفتوها قبل كده في الفيديوهين اللي فاتوا. هنا الإضاءة ليه مش عارفة كانت بتفتح شوية وتقفل شوية. الجزء ده ما كنتش كنسته عشان كان فيه شنط سفر فاضية، كنت حطاها على جنب هنا عشان ألم فيها الحاجة اللي هجيب بيها راس البر. هنا في راس البر أنا هصور لكم فيديوهات، بس معظم الفيديوهات هتبقى طبيخ وتنظيف وحاجات من دي. خروجاتنا في راس البر قليلة شوية. هي الميزة بالنسبة لي في راس البر البلكونة. أولا هي شايفة البحر من بعيد شوية بس شايفاه، الهوا فيها أكيد أفضل كتير من الخنقة في دمياط القديمة أو دمياط الجديدة، يعني فيها هوا عن الحر اللي احنا متعودين عليه. بداية من آخر النهار الساعة 5-6 كده بطلع أقعد بره، مرة في الأسبوع أو مرتين ممكن أخرج، لكن باقي الأسبوع أنا قاعدة عادي كأني قاعدة في شقة عادية يا جماعة. كده أنا كنست الجزء اللي بره الصالون خالص، يعني خلصت اللي تحته كله، كنس ومسح وتلميع الحيطان، رجعت الصالون كنست بره الصالون وبدأت إن أنا أمسح الجزء اللي بره برضه. لسه ترابيزة الصالون على جنب اهي، ما كنتش لسه رجعتها مكانها، بعد ما ارجعها مكانها هعمل تحتها هي كمان، بقول لكم ما سبتش فتفوته. عايزه تشجيعه حلوه، سقف حلوه، تعليق جميل منكم. انا بحمد ربنا على اي يوم يعدي عليا وانا الحمد لله كويسه قادره اعمل حاجه، وبقول يا رب اديني الصحه والعافيه عشان اقدر اعمل كمان وكمان. وحش قوي احساس انك ما تقدريش تعملي او تبقي مخنوقه من حاجه وما تقدريش تعمليها، وحش جدا. ربنا ما يكتبه على اي حد فيكم نهائي نهائي. طبعا ولاد الصبيان كانوا موجودين وكنا حابسينهم في اوضه من الاوض عشان نعرف نشتغل براحتنا. انا بعد ما خلصت جالي ضيوف، مرات اخويا وبنت اخويا جولي، كنت مبسوطه جدا ان هما لما جم كان البيت او كانت الصاله والحمامين كانوا فل.
ما عادش بقى غير الحتة دي اللي هتظهر معاكم، والجزء اللي تحت ترابيزة الصالون بعد ما اشيلها من مكانها. عملت برضو باب الشارع من بره، عملت الطرقة اللي قدام باب الشارع كانت مليانة شوزات ومليانة تراب ورملة مكان الشوزات. عايزة اجيب جزامة، بقالي شهور عايزة اجيب جزامة، وكل لما يجمع معايا فلوسها تروح في حاجات تانية وما اجيبهاش. ربنا يكرمني كده ان شاء الله واجيبها. نفسي اجيب جزامة احط فيها الشوزات المها، ونفسي اجيب دولاب صغنن رفيع وطويل يلم كراكيب جوزي اللي في اوضه النوم الكبيره. ياه، ده ساعتها يبقى الواحد قاعد مرتاح نفسيا جدا من غير كركبه. شوفوا ترابيزه الصالون، والله 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 بتتلمع كتير جدا. هتشوفوا المنديل دلوقتي. ايه رايكم في العفن؟ ايه رايكم؟ ووريت لكم مكان الرخامه بس، يعني مش مكان الجزء المذهب اللي حوالين الرخامه كمان. وطبعا وقفت وقمت عامله الرجول والجنبين. ده الجزء اللي كان تحت ترابيزه الصالون. اللي جوه ده الصالون اللي جوه، يعني الحته المفتوحه دي ده ارج مفتوح على الصاله في صالون تاني. الشيلت اللي احنا شلنا الكساوي بتاعتها عشان تتغسل مرصوصه اهي، وفي جوه السجاجيد والمشايات وكتب كتير جدا، فما صورتش الجزء ده. بعد ما اخلص الفيديو عايزاكم تشوفوا المنظر العام للصاله. هل انا ممكن اطلع الصالون اللي جوه ده واحطه مكان ترابيزه السفره والكراسي، وادخل ترابيزه السفره والكراسي مكانهم جوه، يبقى عندي في الصاله صالونين وركنه، ولا لا؟ اول ما جيت الشقه دي كان امنيه حياتي فيها ان انا احط الصالونين والركنه مع بعض. بس كل اللي اقوله من اخواتي يعني يقولوا لي الله ليه داخلين اهو الصالون اللي جوه هو اللي كاسر على الارض دي الكتب. يقولوا لي الله هو احنا داخلين معرض موبيليا؟ هندخل معرض موبيليا كله صوالين وركنه وكنب وحاجات؟ حط السفرة ما بين الصالون والركنة، تكسر شوية من حدة القعدات الكتير. ودخلت الصالون جوه في الصالون صغير، وفي النيش البني بتاع سفرتي القديمة. سفرتي القديمة لسه في الشقة القديمة، بس خدت منها بس النيش البني. المهم انا بخبط لولادي عشان يسكتوا عشان اعرف اسجل. هو الفيديو قرب يخلص، مش عارفه ده كله وانا مسرعه الضعف. امال لو ما كنتش مسرعه يا جدعان؟ الطرحه مش لايقه على العبايه طبعا. عادي عادي عادي، اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. هي ليها طرحه دهبي، بس انا عشان ابدا اشتغل يعني ما ضيعتش وقت في ان انا اقعد ادور على الطرحه الدهبي بتاعه العبايه. هنا تقريبا خلصت، قربت اخلص خالص اهو، لسه دقيقه. شوفوا منظر الصاله عامه وقولوا لي رايكم. باب الشارع من بره. الطرقه بعد ما شلنا معظم الشوزات اتبقى منها 3 4 قدام باب الشارع، دول اللي هنلبسهم واحنا نازلين، اللي كنا لابسينهم النهارده واحنا نازلين. ده المنظر. في على اليمين هنا الطرقه تودي للحمام الصغير والمطبخ. المطبخ شفتوه معايا كتير جدا، والحمام الصغير شفتوه مره تقريبا. ادي الشاشه والشفونيره والفريزر والشبابيك والركنه والبلكونه، كله متلمع وفل ومكنوس وممسوح. وبعد ما قفلت مشيت على الصاله كلها والطرق والطرقتين والاوض ولمعت. اللي على الشمال ده الصالون، ده هوريه لكم بعد ما ارجع ان شاء الله واروقه. هروقه قدامكم ومعاكم وابقوا شوفوه. بصوا لي بقى على ترابيزه السفره اللي في النص دي، هينفع ادخلها جوه في الارج واطلع الصالون التاني، ولا هيبقى المنظر مش تمام؟ اسيبكم واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.